جيكو كمان بحبك، الكل. فكان وجودي شوي مزعج لبعض أشخاص رغم كل شيء أنا سويته. أخي محمد كمان وقف معي بهذا المجال. أخي محمد كان دائما ينصحني، كان دائما خليك معنا. بس كمان رفقاتي ما بنساهم، اللي هو طارق، يحيى، أيهم الأشخاص اللي أخوة لي هذول بهالبرنامج، لهيك حبوهم وقدموا لنا الحب وذكروهم بالخير. نزار كمان من الأشخاص رفقة لي، مرات كان ينصحني. ما علينا. فأنتوا كنتوا أحلى شيء كان بحياتي، جمهور. أنه لما أنا بطلع بالشارع وأشوفكم كيف تسلموا علي، وأشوفكم كيف تجي تصور، جدا موضوع ممتع وموضوع حلو. لا تقدموا أي إساءة لأي شخص. أنا برجع بعتذر لأي شخص كان معي بالسوشيال ميديا وأسأت له. أنا آسف جدا، آسف جدا. يا أخي مين هذا اللي عم يبعث لي هدول؟ أنا آسف جدا. فهذا آخر لايف، بتمنى تذكروني بالخير. شغلة مهمة، أي مصاري أنا طلعتها خلال كل هاي اللايفات من التيك توك من هذا البرنامج، كل دولار أنا أخذته من هذا البرنامج لساته ما منه مصروف. كنت عم جمعه بالضبط لمستقبلي، يعني عشان نكون واضح ما أكذب. لكن راح يروح منه جزء كبير مساعدات لبلدي سوريا، لأنه قلت لكم أنا اللي وصلني لهذا المطرح هم أولاد بلدي قبل الأشخاص الغريبين، لهيك أولاد بلدي أولى فيهم. فإن شاء الله راح يروحوا لهم. فبحبكم جدا، انتوا أفضل أشخاص. انتهت مسيرتي بهذا البرنامج. أتمنى ما كنت ثقيل عليكم، أتمنى ما كنت شخص يسوي مشكلتي بهذا البرنامج. بحبكم جدا عن جد. برجع بعتذر لكم. أنا آسف إذا طلعت بصورة سيئة تجاكم، لكن الصورة السيئة اللي كنت أطلع فيها تجاكم كان وراها أسباب أنتوا جاهلين عنها لا أكثر. I love you جدا، بحبكم. هذا آخر لايف لي. شوفوني بالانستغرام، راح نزل كم ستوري هيك وداع لكم بالانستغرام هلا بعد هذا اللايف، وبعدها خلاص هاي آخر ستوريات وآخر لايف والبحر. راح صير مثلكم، عندي حساب خاص أضيف عليه بس رفقاتي وخلاص. I love you جدا. والله ما بعرف شو بدي أحكي يا أخي بالوداع. أنا بكره الوداع، ما بعرف شو أحكي لأنه والله شو أحكي يا أخي. حمودة تعال قل لي شو أحكي بالوداع يا أخي الكبير هذا. خلاص تحية وحبه كبير واستروا ما شفته منه وهي. تعال هون تعال والله ما بعرف. نزار حبيبي I love you يا روح حبيبي. أطلب السماح من كل إنسان كراك والشعب العراق كمان. شعب العراق I love you جدا. أنا آسف لأني أسأت لبنت من بناتكم اللي هي نارو كمان. آسف لإلك، أنا آسف جدا. صح، شعب العراق جدا عظيم. وضح إنه ما كان تهديد أبدا. ما كان تهديد مثل ما قال. يب see you all. شو كمان مش ما بدي هاللايف يخلص لأنه آخر لا والله ما بدي يخلص. قسم بالله ما بدي يخلص. والمين بده يجيب العيد والمين بده يجيب المشاكل بعد اليوم. مهم مثل ما قلت لكم دير بالكم على أخي كمان طارق حبوب. طارق أخي كمان، يحيى وأيهم بحبهم. اخواتي لدرجه ما بتخيلوا. هالاشخاص مطالعيني من مواقف والله العظيم انا كنت رح اموت فيها. بحبهم كثير. فكونوا بخير. وبعتذر لطارق لانه انا مره وعدته كمان انه رح اكمل المسيره معه ونسوي شغل جديد بالسوشيال ميديا وشغل كفي فيه. انا اسف اني خذلتك بهذا الموضوع، بس يا اخي جاني الخذلان من اكثر شخص. يعني شوفوا انا لما كنت اسوي مشاكل بالسوشيال ميديا كنت انا القوي، وكنت ما حدا يكسرني. ما حدا مستحيل حدا يكسرني بوقتها. كنت دائما أنا أطلع من المشكلة وأنا الربحان. لكن عند هاي المخلوقة أنا ما فيني أكون قوي عند هاي المخلوقة. يعني إذا في حدا كسرني بهالحياة يخليني أبعد هي ما فيني أكون قوي يا أخي قدام. ما فيني أعانده. فسلموا لي عليها وانتبهوا عليها كمان. تنحب هالبنت والله تنحب.
I love you وسي يو. شوفوني انستغرام راح انزل كم فيديو كم ستوري هيك وداع وبعدها خالصين اخر. بتمنى انكم تيجوا على الانستغرام لحتى تشوفوا هيك تشاركونا هالحب، وراح اشوف كل الستورياتكم والمنشنات والتصاميم. طارق حبيبي اي لاف يو يا عمري، انت اخ كبير اللي بحبك. تابعوا لطارق وحبوه، الانسان بينحب يستاهل، انسان ناجح جدا، انسان نصحني جدا، تابعوه. يلا جود باي.